اتحدى اي حد فيكم ما يعرفش المكان ده، موجود في كل حته ومشهور بحاجتين تقريبا ما فيش حد ما بيحبهمش. المكان ده اسمه، لا استنى، اللي عارف اسم المكان ده قبل ما اقوله يقول لي في الكومنت. واشهر حاجتين بيعملوا المكان ده البطاطس والزلابيه. ايه ده، انا قلت اسم المكان، اسمه بقى بطاطس اند زلابيه. البطاطس عنده نوعين، اذا كانت كرينكل او قلمت. عندهم كذا حجم الباكت البطاطس، حط بقى عليها صوصات حسب ما انت عايز. خش بقى على الكرينكل، خليته يغرقها لي جبنه. نخش بقى على اغرب حاجه عندهم، اكبر هوت دوج شفتها في حياتي، وزنها ربع كيلو، وبتتغرق صوصات بقى حسب ما انت عايز. دي تقيله فشخ، العصايه تتكسر والله. عندهم كيدز ميل بنوعين ب 60 جنيه لو انت بقى عايز بازل اكس او او كور، وكيدز ميل ب 70 جنيه. اكتشفت ان هم عندهم سندوتشات، شايفين الهوت دوج الكبيره دي بتتحط في ساندوتش وبتتغرق صوصات، وكمان ساندوتش ستريبس، ونفس الكلام في البطاطس. ونختم بقى بتاني اشهر حاجه عندهم، هي الزلابيا. زلابيا كلاسيك اذا كانت سكر او عسل، او زلابيا بلس اذا كانت بالصوصات اللي هم عندهم، او اذا كانت زلابيا بالايس كريم. ده 45 بيس ب 120 جنيه. احلى حاجه في الصوصات مش مجزعه، العجينه بتاعت الزلابيا اصلا هم متميزين بيها. ما تنساش بقى شير الفيديو وسيف ومنشن لصاحبك اللي يجي يجرب معاك، بس هو مش محتاج يروح في حته ويجرب، وانت كده كده هتلاقيه. ما تنسوش بقى افضل اقول كل فيديو نشير اي حاجه بتدعم القضيه، الدعاء نبطل نجيب من اللي ما يتسموش. سلام.